أحبتي في مشارق الأرض المغربية، أول محرم هو شعار لم يفت الأوان لتحقيق حتى الأحلام المتأخرة منه. بمعنى ضع لنفسك خطة واضحة المعالم مكتوبة، وأمسك عليك لسانك، فيها نقاط ضعفك وفيها كل ما تريده بين الأمل والعمل والأجل. المحرم هو لحظات للوقوف والتوقف، للمحاسبة بين الإيمان والأمل في غد أفضل، بين نقاط القوة ونقاط الضعف، بين العثرات والفشل، بين لحظات النجاح والآمال مرغوبة في تحقيقها، بين المعرفة والعمل والخيال، بين فقدان الأحبة ورفقاء الدرب، بين الأمل والعمل والأجل، بين الرضا والطموح، بين خطة واضحة المعالم تمتد إلى ما بعد موتك في إطار النفع العام الذي يمتد أثره إلى الآخرين بالعمل الصالح والإيمان المطلق وخدمة الناس كغاية كأثر يبقى إلى ما بعد رحيلك. إذن أول محرم هو معيار زمني، لكن نظرة بين الروح والعقل والفكر وحتى الجسد، بين ما تتركه للأجيال وما تنتفع به الآن، بين لحظات العثرات ولحظات الفشل، وبين الفرح المقدس والنجاح فيما تريده، بين المعرفة والعمل والخيال. إذن الزمن يمضي بسرعة، سرعة البرق، لكن ما يبقى هو ما تقدمه لنفسك أو للآخرين. إذن انجح لنفسك ثم ساعد الآخرين على النجاح. فالسعادة هي والنجاح هي ما تعطيه للآخرين كقيمة، ليس ما تستحوذ عليه من قيم مادية أو معنوية. فالفرح المقدس هو العيش في إطار فكري روحي عقلي نفسي عاطفي، لكن في إطار النفع العام الذي يمتد حتى ما بعد رحيلك. إذن أول محرم هو لحظة للمحاسبة، لتعيد جمع أشلائك محطمة حتى بين لحظات الهزائم والعثرات والسقطات والفشل. فالفشل ليس محطة دائمة، لكن للقيام بعد كل عثرة. وإلى الملتقى.